عبد القادر بالبشير، مدير مهرجان ألوان الشرق. نتواجد هنا بساحة العمالة بمدينة توريت، حيث أصبحت محجا للفنانين التشكيليين والخطاطين على مستوى الجهة الشرقية، اللي بلغ العدد ديالهم أزيد من 35 فنانة وفنان وخطاطين وكذلك نحاتين. الغرض من هذا هو خلق واحد الدينامية في مجال الفن، لأن للفن دور فعال في التنمية. قد رفعنا شعار هذا المهرجان: الفن العمومي جسر التنمية. الفن العمومي جسر التنمية. يتمحور هذا الشعار حول لوحة فنية نجسدها كفنانين عبر المدارات وكذلك الجداريات والأزقة. هي فكرة تحول المدينة إلى معرض فني وإلى تحفة، لا سيما أن الفن التشكيلي وهذا المجال اللي كنشتغلوا عليه فعلا هو حقيقة للتنمية المستدامة بكل أبوابها ونوافذها. هناك مدن وراقية ودول ارتقت وازدهرت بهذا الفن، ربما قد تفتقد للفلاحة وللصناعة، لكن هذا الفن لعب دور مهم في انتعاش المنطقة، لا سيما في المجال السياحي. وشكرا. السلام عليكم. الاسم نهيلة بوكنيوة من مدينة توريت، فنانة صاعدة. اليوم شاركت في هذا مهرجان ألوان الشرق، اللي قدمت فيه اللوحات ديالي الفنية، اللي كل وحده كتحمل واحد الرسالة وواحد الطابع. انا اللوحات ديالي كنهدف بهم باش تعطي واحد الامل للانسان. يعني الانسان ملي كيشوف اللوحه في الاول كيقدر يشوف انسان منكسر ولا يعني منهزم، ولكن كنعطيها واحد الطابع ديال الامل. مثلا كيكون اما شي نبته جميله خرج منها، ولا المحيط ديالها، الالوان اللي فيه متفتحه. هذا المهرجان هذا كان زوين بزاف، وجيت سعيده بالوجود ديالي هنايا. فين مهرجان بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مصطفى السرحاني، فنان تشكيلي وباحث في الفنون التشكيليه، رئيس جمعيه رحم الابداع للثقافه والفن. انا اليوم سعيد جدا بالمشاركه ديالي في اول مره كانت في مدينه توريت. كنشارك في هذا المهرجان اللي كان خدا عنوان الوان الشرق في دورته الاولى. كما ترون على ان هذا المعرض جاء في الهواء الطلق. ان الفنان التشكيلي معروف انه كيعرض لوحات ديالو داخل الاروقه وداخل صالات العرض المخصصه لعرض الفنون التشكيليه والبصريه، الا ان للاسف بعض من المدن المغربيه او في الجهه الشرقيه، مثلا مدينه بركان، مدينه احفير ومن قرسيف ومنهم توريت، اللي ما كتوفرش على فضاء للعرض سواء تعلق بوزاره الثقافه وما الى ذلك. الا ان هذا لم يكن حاجزا على فنانين الجهه الشرقيه، حيث عرضوا هذا المعرض على الهواء الطلق، على امل ان يجد الفنانين التشكيليين في المنطقه الشرقيه موقعهم الرسمي الا وهو الاروقه. اذا في هذه المنابر ديالكم كنشدوا وزاره الثقافه باش انها تشوف الفنان التشكيلي وكتشوف صالات العرض، باش ان الفنانين التشكيليين يمشيو لصالات العرض المخصصه لذلك. بالاضافه ان مدينه وجده فيها دابا جوج تاع الاروقه، اللي هو مولاي الحسن ما يسمى باستور، ساحه باستور، وعندنا رواق الفنون التابع لمسرح محمد السادس. وكان عندنا رواق المغرب العربي اللي كنا هضرنا عليه، اللي كان تسد ديال صاحب الجلاله نصره الله، كيدير لنا الفرص ديالنا حنا كفنانين تشكيليين وكقاعده ديال المجتمع المدني، في انه تكون عنده واحد المتنفسات مؤسساتيه. وكنت هضرت على المعرض او رواق المغرب العربي في المناظره الاولى للفنون التشكيليه في الرباط، وكانت من التوصيات اننا يتحل داخل المعرض. دابا من هذه المنابر ديالكم كنقول لوزاره الثقافه فين نوصل المعرض او رواق الفنون المغرب العربي بمدينه وجده، ونتمنى ان يكون لدينا عدد من الاروقه في كل المدن المغربيه، وهذا في اطار ما يسمى بديمقراطيه الفن. يعني بصفتي كفنان تشكيلي وكباحث وكرئيس جمعيه تعنى بمعارض، نتمناو اننا يكون عندنا فضاءات كما كتشوفوا. نوليو معكم الحدث الا وهو هذا المهرجان الذي يعرض الفنانون التشكيليون
منتجاتهم البصريه في هذه الساحه. هنا كيذكرنا ببدايات نتاع الفن الحديث في المغرب، الا اللي كانت مع جماعه 65 مع المرحوم محمد الليحي وابن الكاهيه وما الى ذلك، حيث انهم عرضوا اعمالهم الفنيه للعموم في الساحات العموميه، مثلا في الدار البيضاء ومراكش. وهذا الحال بالنسبه للفنون التشكيليه في المنطقه الشرقيه في 2025. نعرض هذه الأعمال في هذه الساحة المباركة على أمل أن نجد معارض للفن التشكيلي في كل المدن الجهة الشرقية. شكرا لكم. معكم مصطفى السرحاني، رحيم الإبداع. علي شرف الدين، فنان تشكيلي من وسطى، وهذا أول معرض ديالي هنايا في الجهة الشرقية في ألوان الشرق، وثالث معرض ديالي يعني على في المغرب كامل على الصعيد الوطني. كنقدم تحيه لجميع المنصات وجميع يعني التلفزات الالكترونيه والصحافه وجميع الاطر اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. كنشكركم بزاف، وكنشكر العامل اللي كان حاضر معنا وقدم لنا الدعم في هذا التظاهر. المهم هذا المعرض كان صراحه واحد الخطوه اللي زوينه بزاف، وغادي تشجع الشباب خصوصا الشباب ديال الجهه الشرقيه، حقاش حنايا كنعانيو في هذا زعما الجانب الفني، وبصفتنا فنانات تشكيليين كنلقاو مشكله هنايا في الجهه الشرقيه، على عكس يعني الجهات اللي في المغرب بحال الدار البيضاء والرباط والمدن يعني اللي من الجوار ديال هادو كيكون واحد الدعم كبير للفنان. ونتمناو حنايا يعني يكون هذا المعرض واحد الخطوه للامام باش جميع الفنانه يكون عندهم واحد البصمه هنايا. وشكرا بزاف.